السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جديدة. هنعمل الكبسة باللحمة. الكبسة طبعا اكلة سعودية مشهورة وطعمها بيبقى حلو جدا ومبتاخدش وقت وسهلة جدا. هعملها لكم بطريقة سهلة وسريعة مش هتاخد منكم وقت. اول حاجة معايا بصلة. دي بصلة كبيرة متقطعة مربعات. كان عندي فلفل الوان. اللي ما عندوش فلفل عادي، ما عندوش فلفل الوان عادي يحط فلفل اخضر بس اللي هو ده. مقطعه فلفل اخضر ومقطعه فلفل احمر وفلفل اصفر وطماطمايه متقطعه مكعبات برضو صغيره وجزره مبشوره زي ما انتم شايفين كده. تمام، يلا تعالوا ما نشوف هنعمل ايه مع بعض. خليكم معايا. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، حطيت تقريبا كده نص كيلو لحمه. حطيت شويه معلقه سمنه على شويه زيت وبشوح اللحمه الاول لما تاخد صدمه، وبعد كده احط عليها الحاجات اللي انا مقطعاها. زي ما انتم شايفين كده حطيت البصل والفلفل الالوان مع بعض وسايباهم كلهم يتشوحوا مع بعض. تمام، لغايه ما يدبلوا شويه، وبعد كده احط عليهم الجزر والطماطم، او ممكن احط الجزر دلوقتي عادي. بصوا كده يا جماعه، خليكم معايا. طبعا انا دي التوابل اللي هحطها. عندي هنا على فكره الكبسه بتحب البهارات الصحيحه. عندي فلفل اسود حصى، كمون حصى، كزبره مفيش عندي حصى حطيت من اللي هي المفرومه، عندي لومي، عندي ورق غار، كركم، بهارات مشكله، حبهان. حابه تحطي قرنفل حطي مفيش مشكله. انا جبت كمان شويه قرنفل اهوت، كنت ناسيه. تمام، يبقى فلفل اسود، قرنفل، كمون، كزبره، لومي، ورق غار، كركم، بهارات مشكله، بابريكا. حطي اي بهارات عندك. الكبسه بتحب التوابل بتبقى طعمها حلو. تمام، هحط التوابل دي كلها على اللحمه والبصل والفلفل اللي انا بشوحه مع بعض. زي ما انتم شايفين اهوت، حطيت التوابل كلها وبقلب اهو. بعد كده قمت حطيت الميه. تمام، هسيبها بقى تستوي نص سوا، وبعد كده ابقى احط عليها الملح والرز زي ما انتم شايفين اهوت. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، عندي نص كيلو رز بسمتي. تمام، ولسه عندي طماطمايه. هحط طماطمايه مع الشوربه واللحمه والتوابل اللي انا حطاها وكل حاجه، وهحط الرز، واحط ملح، اظبط الملح واسيبها تستوى بقى مع نفسها. هتستوى، هتفضل يعني هنفضل معلين النار عليها لغايه ما الشوربه الرز يشربوا، وبعد كده هبقى نوطي النار خالص عشان ما تحرقش. تعالوا معايا يلا. طماطميه اهي، بعد كده بحط الملح اهو. البخار طبعا طالع على الموبايل. عندي فصين توم قطعتهم برضو، هحطهم برضو، بيعلي التست، بيودي طعمه في حته تانية خالص، بيبقى جميل. زي ما انتم شايفين الرز معايا اهو مغسول طبعا، ما بنقعوش ولا حاجه. انا حاطه كل كوبايه رز عليها كوبايتين ميه، مش بنقعه. زي ما انتم شايفين حطيت الرز وحطيت كل حاجه، واسيبه بقى لغايه ما الشوربه الرز يشربها، وبعد كده اوطي على النار. يعني طبعا مشغله النار مرتفع، نار عاليه. يا جماله يا جماله.